وهح بقى اسطوانة التسامح اللي انتم مشغلينها لنا اوبجكشن. انت صفرة ما سامحتيش ليه؟ انت صفرة ما سامحتيش ليه؟ ماشي، دي اسطوانة التسامح بتاعتكوا دي. انا ممكن اسامح معاكي واسامح غيرك واسامح اي حد لو واخد مني سندوتش جبنه رومي مثلا. ماشي، خدتي مني سندوتش جبنه رومي حضرتك كلتيني بعدت عني وانا بموت في الجبنه الرومي بصراحه، فممكن اسامحك ان انت كلتي سندوتش الجبنه الرومي، ولو ان انا برضو حتى لو حد كل سندوتش الجبنه الرومي بتاعي وانا بحب حاجه وخدها مني مش بسامحه اصلا. فاللي هو يعني ايه، ممكن اسامحك خدتي مني سندوتش جبنه رومي، فرقعتي لي كيس الشيبس بتاعي، دوستي على رجلي بالغلط، اسامح الترابيزه لما ابقى ماشيه اتخبط فيها، اسامح الباب لو اتفتح وخبط في وشي، اسامح اللي خبطوا في وشي، اسامح واحد خد الاسانسير وطلع وسابني وانا واقفه لسه ما خدتش الاسانسير، واقفه زي قرطاس الجوافه. اسامح في الحاجات دي. التسامح في العرض والشرف، مفيش حاجه اسمها تسامح في العرض والشرف. ويوم ما سامح انسان يكون الانسان ده اذا كان ربنا نفسه، ربنا اللي هو عز وجل قدرته بكل حاجه، لما بيسامح انسان على افعاله الغلط او بيسامح اخطاء، يكون العبد ده تاب، يكون العبد ده اناب، يكون العبد ده قاعد يستغفر ربنا ويحاول ان هو يكفر عن ذنوبه دي. لكن اسامح واحده هي كل يوم بتغلط في حق ناس بنفس الطريقه وبنفس الكلام، انت كونك سامحتي في شرفك انت حر. بس هل انت لما سامحتيها هي تابت وبطلت تشهر بخلق الله؟ هل انت لما سامحتيها التسامح بتاعك يا عيني خلاها اخلاقها عاليه؟ هل انت لما سامحتيها التسامح بتاعك خلاها انسانه نظيفه؟ اوبجكشن. هل انت لما سامحتيها خليتيها توقف تشهير بالناس اللي غير كده غيرك انت؟ هل انت لما سامحتيها خليتيها توقف اكونتات فيك هي بتعملها؟ يبقى التسامح بتاعك ايه؟ بلح، شويه حاجات بتضحكوا بيها على الفانز. انتوا فيك، انتوا اشخاص فيك مش حقيقيين، تفاصيلكوا فيك، بتكتبوا كومنتات فيك علشان تخلي الناس تسقف لكم. برافو، ايه الكومنت الجامد ده فشخله وانت من جواكي مش مقتنعه بيه ده. بصوا يا جماعه، ده الفرق ما بيني وما بينكم. انا شخصيه حقيقيه، عشان ما بتربحش من السوشيال ميديا بكتب اللي انا حاسه بيه، عشان ما بتربحش بالسوشيال ميديا بقول اللي انا حاسه بيه. اما انتوا فكره تسامح وفكره مش عارفه ايه، لو فتحنا قلب كل واحده فيكم هنلاقيه مليان غل. وبرده ده فرق كبير بيني وبينكم. عمري ما غليت على حد. تخيلوا خرتيتة دي انا ما بغلش عليها، بس انا مش مسامحاها وهفضل اعذبها بغلطها فيا وفي اهلي وفي حياتي وفي دنيتي وفي غلطها في غيري لغايه لما القانون يجيب لي حقي. انا عايزه القانون يجيب لي حقي انا وغيري، بس دي متسابه ليه بره، دي لازم تتعاقب على افعالها، لان اللي زي دي لو ما تعاقبتش على افعالها في غيرها كتير هيعمل كده. وهو ده اللي انتوا مش فاهمينه، او يمكن فاهمينه وعشان انتوا اتشهرتوا على الفضايح، وعشان انتوا كبرتوا على الفضايح وقدرتوا تكسبوا فلوس على الفضايح، وبدايتكم كانت مشاكل وحوارات فقدرتوا تكسبوا، فانتوا بالنسبه لكم الموضوع عادي. فرقتوا ايه عن ام زياد؟ انتوا فرقتوا ايه على ام زياد اللي شهرت بعيالها؟ ما فرقتوش حاجه. انا شايفه ان انتوا شبه بعضكم كلكم، كل واحده فيكم شبه التانية، بتطلعوا على الفضايح، بتكسبوا دولارات على الفضايح، بتشغلوا صفحاتكم على الفضايح، وفي الاخر تقولوا ايه؟ احنا مسامحين، عشان برضو ايه؟ كومنت التقوى والايمان، وتشغلوا بقى صفحاتكم على ايه؟ الدين ما بيعرفش نفاق، الدين ما بيعرفش كذب. انتوا منافقين، والمنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدين ما بيعرفش ان انا اسامح بدون ما اخد حقي. اذا كان ربنا نفسه قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب، فين القصاص؟ فين الحق؟ اذا كان هي نفسها مش معترفة ان انت ليكي حق. عارفين هي لو طلعت اعترفت وقالت انا غلطت في الناس دي ليها حق عندي، كانت تبقى انسانة محترمة. مش هي حتى يوم ما انتوا قررتوا تتسامحوا معاها هي انكرت كل اللي عملته، هي ادتكوا على قفاكم. من الاخر خرتيتة اذكى منكم، انتوا اغبياء. هي ادتكوا على قفاكم، هي لبست كل اللي هي بتعمله لناس تانية، وانتوا زي الهبل
لمجرد ان انتوا مثلا ايه عايزين مشاكل تقف بقى، عايزين خلاص بقى نلتفت بقى نقلب فلوس بقى والكلام ده. الناس عندنا بدأت تزهق، مش عارفه ايه. ده احنا لما بنكتب كومنت كده، الكومنت بيجيب لي بتاع دوت لايكات كتير، فاللايكات دي كلها بتروح عندي بعد كده بيشتركوا في صفحتي، ما انا صاحبه التسامح والود واللي مش عارفه ايه. الكلام ده عند الناس المنافقه، الناس اللي بتتربح. اما انا كرانيا ما بتربحش، فاللي تحكموه على نفسكم ما تحكموهوش على غيركم. نفس الكلام في ناس من اللي بتتربح زي دعاء وايمان، لا الموضوع بالنسبه لهم لانهم ما طلعوش على الفضايح، ما اتشهروش بالفضايح. دعاء وايمان من اول ما اتشهروا هم بلوجرات، طالعين بلوجرات ماشي، ما اشتهروش على فضيحه حد، ما بيخشوش يقوموا عاملين ايه ده فلانه عندها ريتش اما اروح ايه اتخانق معاها. يشهد ربنا ايمان محمود مثلا مصاحبه شيماء وليد، وشيماء وليد جه عليها وقت فعلا كان الريتش عندها عالي، في وقت ما كانت صفحه ايمان انتوا بتضربوها. ايمان ما اتخانقتش معاها يعني ولا راحت ترتفع. زغلوله كل الناس بتعلق عندها، وسهل جدا ممكن تعلقي عندها كومنت يستفزها تقوم شتماكي تقوم راحت فاتحه عليها لايف. لو هم وحشين كان في مليون طريقه يعملوها. ام مكه ما بدات ما شاء الله تشتهر، ما كان عندها مشكله مع ايمان طلعت عليها لايف ولا اتكلمت خلاص موضوع خلص ونسينا، وكل واحد راح لحاله، ولا حتى بتعلق في مشاكلها ولا ليها دعوه. برغم ان لو جينا نقول ان اكتر واحده ليها حق عند ام مكه بالحق بقى والعدل كده، وانا يمكن ما قلتش لايمان الكلام ده قبل كده في وشها، اكتر واحده ليها حق عند ام مكه هي ايمان محمود. لان ايمان محمود اول من وقف جنبها في وقت ما كلكم كنتوا بتنهشوا فيها، وكلكم بعد لما هي كبرت كل واحده تشوف ايه ده كبرت، اما اروح بقى اكتب لي بوست عليها ايه ده لما كبرت، لما قلس عليها. يا صفرة انتوا مش عايزين حد على الساحه، مش عايزين حد يكبر، مش عايزين حد يقول حقيقه، مش عايزين حد يكشف ألاعيبكم، مش عايزين حد يكشف ان انتوا ناس عايزين خرتيته بزه تبقى موجوده في الحوار وموجوده في النص. قال يعني بتخوفوا بيها الناس، مش كل الناس هتخاف من واحده زي دي، اللي يخاف منها اشكالكم، اللي هم مش عارفين يعني ايه كلمه تسامح اصلا، اللي مش عارفين ان انا عشان اسامحك لازم تعترفي، عشان اسامحك لازم تبطلي اللي انت بتعمليه، عشان اسامحك وربنا يقبل مني ومنك الكلام ده لازم تتوبي على القرف اللي انت بتعمليه. انا اسامحك ازاي وانت بتأذي غيري؟ اسامحك ازاي وانت بتأذي وبتقهري غيري؟ ساعات بيدخل ناس يقولك ايه ده رانيا هو انت مالكيش دعوه بالحوار دوت، ده هي ما بتجيبش سيرتك. هي ما بتجيبش سيرتي في العام ممكن، بس بتجيب سيرتي في الشتات، لان عارفه ان انا اكتر واحده حاطه السكين على رقبتها، لان انا اكتر واحده ماليش فضايح، وحاولت مهما حاولت بكل حاجه ما عرفتش، ماليش ملكه. زائد بقى انا كمان معايا دعاوي الناس اللي هي ظلمتهم قبل كده، انا في ناس كتير من اللي هي ظلمتهم واللي اذتهم بيتواصلوا معايا، اللي ما سامحوش ولن يسامحوا. جيهان ما سامحتهاش، جيهان مريضه السرطان اللي هي شهرت بيها عمرها ما هتسامحها، شهرت بيها في عز مرضها كانسر، اللي هو يعني اصلا معروف ان مريض الكانسر ده على الله حكايته هو كمان. عتاب اللي هي شهرت بيها وما رحمتهاش، تيا دي بكره لما تكبر كده تسقف لي تقول لي ثانك يو طنط رانيا، كنت بتجيبي لي حقي وانا لسه نونه. دعاء ما سامحتش، ايمان عمرها ما هتسامحها. ايمان جايز تقول في لحظات من اللحظات تقول لك ايه خلاص بقى ايمان يستغلوا طيبتها ويقعدوا يدوها كلمتين، تقعد واحده تبخ لها سم في ودانها كلمتين كده. مارسيل عمرها ما هتسامح، مارسيل اللي عندها رجلين عمرها ما هتسامح. انتوا سامحتوا دي مشكلتكم، ولو ان انا متاكده ان انتوا لا سامحتوا ولا اتنيلتوا، انتوا بس بتكذبوا عشان الفولورز والفانز وعشان نعمل اتحاد مثلث الزعابيب كده يعني، فاهمه؟ فهو انتوا لا سامحتوا ولا اتنيلتوا، لان لما اسامح على مبادئ واسس، اللي قدامي يعترف، مش يروح يلبس الكلام للناس تانية، مش تروح تقول ده الادام هم اللي كانوا بيعملوا. اذا كان الادام نفسهم هي شهرت بيهم ومفهومش واحده زي ايتن كانت تقعد تقول لك ده ايتن اللي بتعمل، هي اول من شهرت بايتن ودخلت في حياتها وكانت هتتسبب في طلاق ايتن، وتسببت بالفعل في غضب ايتن من بيتها شويه. فانتوا ناس منافقين، ناس منافقين. بطلوا تتكلموا عن التسامح، التسامح ليه اصول، التسامح في الدين له اصول.
اما اللي انتوا بتعملوه ده اسمه نفاق، نفاق. وانتوا عايزين تسامحوا في شرفكم انتوا حرين، احنا لا. يلا في داهية.